تجسد الزيارة الأخيرة والتبادلات التي شهدتها العلاقات بين المغرب والصين نقطة تحول استراتيجية في الروابط التي تجمع البلدين. ويأتي هذا التقارب في إطار ديناميكية تهدف إلى تعزيز الصداقة والتعاون والتضامن، وهي ديناميكية تدعمها الإرادة المشتركة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الصيني. تعكس هذه الزيارة عمق الشراكة المتنامية التي تتجاوز مجرد العلاقات الدبلوماسية لتصبح نموذجاً للتعاون متعدد الأبعاد. والصورة الرمزية لهذه الزيارة تعبر عن إمكانية أن تكون بمثابة نقطة تحول تعيد تشكيل العلاقات بين المغرب والصين على مستويات عدة: الاقتصادية، السياسية، والثقافية. بالنسبة للصين، يعد هذا التقارب أكثر من مجرد فرصة، إنه رهان استراتيجي على شراكة قوية وبراغماتية. فالمغرب، بفضل موقعه الجغرافي المميز ودوره كمنصة اقتصادية في إفريقيا، يقدم لبكين نقطة ارتكاز موثوقة في منطقة تشهد تحولات كبيرة. كما أن هذه الشراكة تأتي ضمن رؤية مشتركة يلتقي فيها البلدان حول مصالح متبادلة تتعلق بالاستقرار والتنمية المستدامة. من خلال هذا التعاون المعزز، يرسخ المغرب مكانته كفاعل رئيسي في العلاقات الصينية الإفريقية، بينما تعمل الصين على تعزيز حضورها في شمال إفريقيا. وبالتالي، فإن مستقبل هذه الشراكة يبشر بفرص عديدة للبلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدان الجنوب يتأكد يوماً بعد يوم تنافس الدول الكبرى على التقارب والتعاني مع المملكة المغربية كقوة صاعدة ومؤثرة، وليس كسوق فقط يريدون منه نصيبهم كما يظن البعض. فأرقام التبادل التجاري والصفقات لا تصل إلى أرقام شركة متوسطة واحدة في تلك الدول. لقد أبانت الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني للمغرب عمق الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين، حيث أن طبيعة الزيارة وصداها وسياقها الدولي الوطني، القرار الفرنسي ونتائج الانتخابات الأمريكية، والمواكبة الإعلامية الدولية والصينية، والمضامين المعلنة للمباحثات بين ولي العهد حفظه الله ورعاه والرئيس الصيني أكدت أن الشراكة بين البلدين انتقلت من التأسيس إلى التنزيل الفعلي والمؤثر. وقد تم التأكيد في المباحثات على العمل سوياً لتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على المصالح العليا للبلدين، وهل رأسها السيادة والوحدة والأمن والاستقرار. كما تم التنويه بدور المملكة في الشراكة الصينية الإفريقية والصينية العربية، فطريق الحرير الصيني والمبادرة الإطلسية المغربية تجعلان من البلدين رائدين وفاعلين مؤثرين ومتكاملين في الشبكة اللوجستية للاقتصاد العالمي والاقتصاد الإفريقي والعربي. هذا بالإضافة إلى الدعوة إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والثقافة والتعليم والصحة. الزيارة القصيرة في مدتها تحمل دلالات كبيرة وتوجهات حاسمة لتعميق الشراكة مع الصين وتطويرها لتشمل مجالات استراتيجية ومصيرية أخرى، منها: أولاً، تجويد التعليم بدءاً بترسيخ مكانة المؤسسة التعليمية وهيبة المدرس والرفع من قيمته وتطوير الذكاء والمهارات والانضباط ضد على الرداءة والكسل ومحاصرة تيار التفاهة والتخريب القيمي باسم التفتح الذي ينشره البعض عبر الفن الملهي والمفلس الذي يسترزق منه بعض المندسين والمخططين للتفاهة. ثانياً، تحويل الصحراء إلى جنان خضراء لمواجهة تحديات التغير المناخي ومعالجة آثاره، وخاصة الإجهاد المائي والتصحر، بغية تحقيق السيادة الغذائية، وكذا دعم الدبلوماسية الوطنية في إفريقيا بالخبرة الغذائية، خاصة أن بلادنا تملك أحد أهم مفاتيح الفلاحة وهو الفوسفات الذي يفتح آفاق رحبة للتعاون الدولي. ثالثاً،
تقوية الاقتصاد الصغير والصغير جدا لخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل في قطاعات الصناعة التقليدية والخدمات والتجارة والسياحة والفلاحة والمعادن والبناء بالموازاة مع دعم ومواكبة الشركات الكبرى والرائدة للتنافس على الأسواق العالمية وخلق الثروة. رابعاً، العمل على تطوير ودعم الرياضات الفردية النوعية خاصة رياضة فنون الدفاع عن النفس التي تمثل أحد ركائز النسيج الثقافي والاجتماعي في الصين، وبلادنا في حاجة ماسة إلى ثقافة رياضية بانية للشخصية وواقية من التهديدات التي تطال الأطفال والشباب وهم مستقبل الوطن وكنزه الذي لا يضاهى. خامساً، تقوية مكانة الأسرة وتشجيع الولادة ومواجهة تحدي الشيخوخة، بعدما كاد يصل العالم ومنه الصين وما المغرب بأمان إلى الخريف الديموغرافي بسبب دعوات تحديد النسل ونشر الصراع بين الرجل والمرأة والتخويف من تكاليف الزواج والأبناء وقوانين تسهيل الطلاق وتفشي ظاهرة التيارات النسوية الغير منضبطة والمدعومة بمخططات فنية وإعلامية ودولية رهيبة. سادساً، تطوير القطاع الصحي بناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين أثناء فترة الوباء كورونا واستكشاف تطور وحاجيات القطاع وتنامي متطلبات الحماية الصحية، وتأتي الصناعة الدوائية على رأس أولويات التعاون بتشجيع الطب الصيني وجلب الأطباء الصينيين لسد الخصاص وتطوير السياحة الطبية وجلب صناعة المعدات والمستلزمات الطبية. هذه مسارات جديدة للتعاون حققت فيها الصين إنجازات مبهرة ونافعة وضامنة للديمومة الحضارية والتنافسية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والنهضة العلمية والتكنولوجية.